انت وسواقين زمايلك كتير على الطريق بالليل، والطريق اصلا بالليل ده قصص يعني. ومش عندنا احنا بس، يعني في السعوديه مثلا عندهم حاجه مرعبه جدا على الطريق اللي هو اسمه ابو فانوس. ده اللي هو انت ماشي على الطريق في البر، او اللي هو ايوه في فاهم. قلب الصحراء، ولقيت نور بيلمع هناك، ونور لوحده، ده مش عربيه، ابعد، اجري. يعني ابو فانوس شبه النداهه عندنا شويه. فانت في قصص كده بتقابلها على الطريق او بتسمعها من السواقين؟ والله لا، احنا بنسمع كتير يعني من طب انت قابلت السواقين. حاجه؟ انا شخصيا لا، ما يعني قابلتش. عشان ما طب ايه بقولش، القصص بس اللي انت يعني بتسمعها السواقين يعني مثلا تلاقي حد قاعد جنبه في الكابينه؟ في الكابينة. يعني دي كان يعني مكان فيه دم قبل كده اه. وأرواح وكلام مم. من ده، وتلاقي حد جنبه في الكابينة وبيتكلموا. مم. تبص تلاقي حاجة كده عدت قدامك، الطريق ده رعب. وبعد الفترة تلاقي برضو نفس الشيء عدى قدامك. يعني انت قطعت كيلويات تلاقي نفس الشيء. راح معدي قدامك ده مواقف كتير وانت يعني. على طريق لوحدك، والنور الوحيد جاي من نور بتبقى يعني تبقى قصص. قصص كبيرة. والناس طبعا يعني احنا، يعني انا زي سني يعتبر صغير بالنسبة للثواني القديمة ديت، طبعا بيبقى عندها ذكريات تسمع منهم. عندهم بقى قصص عندهم مرعبه. قصص كتير طبعا، لان طبعا عندنا طريق العريش الكبار التاني ده في حاجات بتحصل اصلا انت تصدقها، لان طبعا الحروب والكلام من ده سايبه اثار هناك، وارواح راحت هناك كتير، وناس راحت هناك كتير. فالقصص دي كتير بقى هناك. في جنب العريش ده، وفي كم مكان برضه كده على خطار الصعيد. الناس عارفة ان في هناك حاجات كده بتعدي، بشغل قرآنك ماسك طريقك مركز في طريقك، بس في حاجات كتيرة بتتحكى لنا، يعني بتشابه الرز زي ما بقول.